فقدنا وزن، فقدنا دهون من الوجه، فدي بدات تعمل لنا شويه تجاعيد المفروض انها ما تظهرش في السن ده. يعني احنا بتبدا تظهر معانا التجاعيد بعد ال30 بس بتبقى خفيفه، لكن هنا التجاعيد ظاهره معاها قويه بسبب فقدان الدهون. فهنلاقي هنا مثلا ارفعي حواجبك لفوق، هنلاقي كم تجاعيد كبير المفروض ما بيظهرش في السن ده، وكمان بدأ يحفر معايا في الجلد، فهي محتاجة بوتوكس في منطقة الجبهة. كمان هنا حصل انخفاض للجفن، فهنرفع الحاجب شوية بحيث ان هو يوسع لي منطقة الجفن. اضحكي كده على الاخر، بدأ برضو يظهر معانا هنا كروسفيت اللي هي التجاعيد اللي جنب العين، ودي برضو محتاجة بوتوكس. عندي هنا تحت العين مبين ان هو اسمر، لكن هو مش اسمر جلد، هو اسمر نتيجة ان في تجويف تحت العين، فهندخل شوية نملى بالفيلر تحت العين عشان نحسن مظهر العين. بالنسبة للوس ما شاء الله لا، وسها لسه محدد، لسه كل حاجة عندها باينة كويسة، الفك متحدد، فمش محتاجين في المكان ده فيلر. دكتور القمر، بصي انا عايزه اقول لك ظبطتي لي الاداء. بصي انا حاسه ان انا بشرتي رجعت 10 سنين ورا. بصي تمام. كده انت قولي ايه رايك. وانا عارفه ان في تعليقات كتيره ساعه ما عملنا التجميل لوشي ضايقت حضرتك وانت محتاجه تردي عليها. تمام. بس انا كساره انا فرحانه بشكلي، فرحانه بشكل شفايفي. شايفين؟ بصوا في عارفين ان كان نفسي الارنوبه اللي هنا في الشفه دي كان نفسي الارنوبه دي كان نفسي فيها. انا كان عندي الشفه اللي فوق دي رفيعه شبه ان هي لما كنت اضحك دي كانت بتختفي، كانت بترول لجوه. بترول لجوه. ده ما كانت بتبقى ممسوحه اصلا، ما بيبقاش في شفه. بصوا دلوقتي لا، دلوقتي في شفه نفخ معقول. انا مش من الناس اللي بحب الشفاتير كده قدام 2 متر. لا لا لا، هي كلها كانت حاجات، ده اللي انا عايزه ارد عليه بقى بالنسبه لا، للناس ردي بقى يا الناس اللي اتكلمت. ردي بقى. احنا بالنسبه لنا احنا لا عملنا تغيير في خلقه الله، ولا غيرنا، ولا ما احترمناش نعمه ربنا، ولا غيرنا في ملامحنا، مناخيرها زي ما هي، بقها زي ما هو، عينيها زي ما هي. الناس اللي قعدت حسبي الله حسبي الله، انتوا بتتحاسبينوا على ايه؟ اولا تغيير خلقه الله، خلينا على الناس اللي بتهري بس انا وخلاص. فعلا يا دكتور انا واحده من الناس، انا مادام قادره اغير حاجه فيا وفي شكلي. ما هو ما بيبقاش تغيير، هو تحسين او تحسين. برجع الحاجه زي ما كانت، زي ما يعني ربنا انا خلقني لما عليها. بعد ما خسيت شفتي خست جدا بالظبط. اللي وحسيت حصل ان انا ايه بقى؟ مختفيه ان هي بعد التكميم حصل لها كميه ترهلات في البشره. في بصرتها، تحت عينيها وفي شفايفها. على فكره السفايف، والناس اللي بتقول الدكتوره اللي عايزه تجميل في لسانها وبتقول سفايف، ايوه بقى يا جماعه، انا لساني ناقص حته، حبيبتي سيبنا ده لكم انا بموت. الزياده والتنمر اللي هتدخلوا بيهم انت جهنم. تعرفي ان انا بحب اللدغه اللي في ما هو اللسان دي في من ناس قمه سخيفة، الانوثه. في ناس سخيفه دخلت قالت الدكتوره اللي عايزه عمليه تجميل في لسانها. يعني يعني عايزين يتضربوا هم في احنا لسانهم. هنقول ايه؟ مش هقول حاجه زي ما كنتوا عمالين تتحاسبنوا، فانا كمان هقول حسبي الله، اني انا دي حاجه ما تعبنيش، انا دكتوره ومجتهده والحمد لله رب العالمين. اللي اتنمر عليا يبقى ربعي وبعدين يتكلم، وزي ما قلنا لا سيبنا بس لكم انا عايزه اللسان اقول لك على الكامل حاجه. يعني. انت رجعتيني شبه بنتي برديس. ما شاء الله. طب والله العظيم انا هجيب لك برديس. ينفع يا مدام مروه تجيب لنا برديس؟ انت خليتي ملامحي ترجع ملامح طفله زي بنتي. انا راضيه بالفيلر اللي اتحقن هنا عشان الهالات السوداء. اكيد شايفين الفرق. طبعا يا دكتور الحاجات دي بتتعمل كل كام شهر؟ طبعا هم بصي احنا ما بنحبش نحقن قبل سنه، يعني كل سنه تتعمل يبقى حلوه قوي. كل سنه. بص بقى البوتوكس انا كان عندي بقى ايه، دي هوريك. كانت ضايعه خالص. انا كان عندي هنا كميه خطوط يا خرابي. بص كنت اجي اعمل كده الاقي هنا كميه. بص انا مش عارفه كرمش. بصوا لا خلاص مش هتعرف. بصوا مش عارفه. بصوا عماله ازعر، مفيش كرمشه خالص خالص. تعالي يا بسبوسه، تعالي اطلعي معايا كده. انا حاسه ان انا بقيت شبه بنتي برديس. بقينا احنا الاثنين اخوات. بصوا ما شاء الله. ايه القمر ده يا برديس؟ الله يحفظها لك. بقينا انا حاسه ان انت رجعتي لي بشرتي زي بشره برديس. حلوه من غير حاجه. هو بس كل الموضوع اني زي ما قلنا، سواء مع التكميم والخسسان، سواء مع ان احنا كبرنا، انا ما غيرتش من شكلي خالص. انا ظبطت الشفه بعد الدايت. اللي كانت هو حجم بقي، هو حجم مظبوط. بقي. بس انا لما خسيت الشفه اللي فوق دي اختفت مني، راحت. ودلوقتي بصوا
ايوه قمر. مش شفاتير يعني. انا لا مش خالص. انا ضد الشفاتير اللي تتعمل كده مظبوط. وكده. انا حتى الدكتوره قالت لي ممكن ننفخ المناخير، نعمل لها ارنوبه كده. قلت لها لا خليها زي ما هي. ننفخها، عشان كلمه ننفخها دي جايبه لهم حاجه في دماغهم. نرجعها يعني مليانه. احنا ايوه هي الانف قبل وانا بنطولها مليانه، حبة. مناخيري كانت مليانه، فهي خسيت. فهي قالت لي كل نرجعها الدهون- كما كانت. كل الدهون اللي في جسمها نزلت، فهي عايزه كل ترجع الدهون الاماكن دي دي تاني. فيها دهون، فاحنا بنعوض الدهون اللي احنا فقدناها. لكن انا ما عملتش حاجه ما كانتش فيا. شفايفي كانت كده مظبوط. بس لما خسيت فقدت الدهون اللي فيها. المناخير فقدت الدهون اللي فيها. اللي تحت عيني ده الدهون فقدتها طبعا. خطوط العمر دي كانت عندي. بالظبط، من الخروج في الشمس والخسسان والكل ده، يعني كل اللي احنا عملناه ان احنا حسنا من شكل الجلد والبصره، ظبطنا شكل ملامحنا اللي اتاثر شويه بالخسسان وفقد الدهون، فبقينا قمر. مش عيب ابدا ان الله جميل يحب الجمال. مش عيب ابدا ان الواحد الناس يحسن الحاجات بقى اللي لما انا بتحصل. ظهرت يا دكتور وشي مزرق مطرح الفيلر اللي كان هنا واللي كان هنا واللي كان هنا. ناس كتير افتكرت ان انا وشي باظ. يا جماعه اي حاجه هتعمليها لو تظبطي خدتي بيها إبرة، الوش. حتى ابره، لو خدتي مجرد ابره عضل ولا وريد بيحصل لك أزمة. الابره العضل لما بنيجي ناخدها بتزرق. ما بالكوا ده ابره في الوش. الموضوع كله قعد اسبوع بالكتير عندي، اسبوع، وكل ده راح زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم كان في زرق هنا، كل ده راح. بس انا راضيه. انا عايزه اوريكم حجم الشفايف بصوا. مفيش اي تغيير ولا نفخ ولا اي حاجه. كل الموضوع ان التجاعيد اللي كانت في الشفايف فردت وخدت حجمها، بدل ما كانت داخله جوه الفم بقت لبره. انا راضيه عن شكلي الحمد لله، دي اهم حاجه. انا راضيه عن شكلي جدا ومبسوطه يا دكتور ان انا اتعاملت مع حضرتك وفرحانه ان دي النتيجه. هحط لهم بقى جزء قبل وبعد ان شاء الله. اوكي. في البدايه. بصوا لا حاسه ان انا رجعت طفله.